بسم الله الرحمن الرحيم. ما ثواب تفطير الصائم؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، ولا يشترط أن يتكلف المسلم فوق طاقته لتفطير أخيه، بل إن ثواب تفطير الصائم يحصل بأقل القليل، تعويدا للناس على التآلف والتكافل والاجتماع في هذه الساعة، فهي ساعة ذكر وإجابة دعاء وفرحة بالفطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر فيه صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن أشبع فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه، وسقاه ربه من حوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. والله تعالى أعلى وأعلم.